يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح اللبن الحليب. بس النهارده معانا لبن جوز الهند. طبعا لبن جوز الهند بيبقى حلو جدا جدا في الحلويات الصيامي والنباتي، بيخلي الحاجه مسكره زيكم. اللي لسه اول مره يشوفني احب اعرفه بنفسي، انا رندا ودي قناتي على اليوتيوب. ايوه انتي بتبص على ايه؟ يلا انزلي بسرعه اعملي اشتراك لو اول مره تشوفيني. بسرعه هتلاقي كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، يلا خليها رمادي، خلي حياتنا تبقى فل كده. بصوا يا جماعه، النهارده معانا لبن جوز الهند وناس كتير سالوني عليه بستعمله في الحلويات الصيامي علشان بيخلي الحاجه حلوه جدا جدا بديل اللبن العادي. طب طريقته ايه يا ست رندا؟ طريقته معانا كوبايه جوز هند عادي بقى، خشن ناعم اللي عندك سيسد يعني مفيش مشكله. عندنا كوبايه وهنجيب بوله كده ونحط الكوبايه ونحط عليها 6 كوبايات ميه مغليه. هنغلي الكاتل غاليه حلوه كده ونحط 6 كوبايات ميه مغليه. عايزه تكتري وتخليه تقيل شويه مفيش مشكله، خليها كوبايه ونص جوز هند على 6 كوبايات ميه. انا مش بحبه تقيل قوي لاني ما بحبش طعم جوز الهند، بيبقى جامد قوي في الحلويات. انا عايزاه المضمون، مش عايزه الطعم يبقى باين قوي قوي في الحلويات، لان في حلويات ما بيبقاش طعمها حلو في الجوز الهند. فاهمين وجهه نظري؟ حطيت ال6 كوبايات ميه وهنبدا نسيبه ثواني بس يهدى شويه عشان نبدا نحطه في الخلاط، ونرجع بقى ايه نشوف هنعمل ايه. هبدأ بقى احضر معايا كده انا عندي يا جماعه الخلاط بايظ، انا بستعمل الكبه في كل حاجه. ما انا جبت الكبه بتاعتي وحطيت بقى فيها كل اللبن والميه والجوز الهند، هيبقى لبن ان شاء الله. واهو بصوا وصل المرحله دي. هبدأ بقى اجيب بوله كده واجيب المصفى بتاعتنا دي واصفيه وخلاص. على كده شوف طريقته سهله يعني سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. والناس بتستغرب جدا بتعملوه ازاي. اهو دي طريقته يا جماعه. طبعا جوز الهند ده بقى خلاص طعمه وريحته راحت، يعني خلاص احنا خدنا فايدته. هنرميه بقى نقول له شكرا على قد كده. اهو اللبن يا جماعه، عايزه اقول لكم جميل جدا جدا ويبقى طعمه حلو جدا في الحلويات. يا رب يكون الوصفه النهارده عجبتكم، والفيديو قصير خالص خالص زي يكون عجبكم. ولو الفيديو عجبكم متستخسروش فيا اللايك والكومنت، واللي لسه اول مره يشوفني يا ريت الاشتراك يا جماعه، الاشتراك. يلا اشوفكم في فيديو جديد وباي باي.